السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الخاص بالمركز الإقليمي للامتحانات، وهنا نتكلم عن الامتحانات الإشهارية الخاصة بالسادس ابتدائي والثالث إعدادي، والامتحان الجهوي الخاص بالأولى بكالوريا، والامتحان الوطني. هناك أكثر من مؤشر هذه الأيام وفي الأيام المقبلة لإلغاء هذه الامتحانات والاعتماد فقط على المراقبة المستمرة. سأقرأ أولا ما جاء به مركز الإقليمي للامتحانات بالمذكرة رقم 21/1، ثم سنتطرق لجميع السيناريوهات التي ستكون ونتائجها على هذه الامتحانات، وكيف يرى أصحاب هذا المركز الإقليمي ولماذا هذه المذكرة بالضبط وفي هذا الوقت بالضبط. نقرأ المذكرة أولا ثم سنتطرق إلى كل التأويلات المحتملة. الموضوع: فروض المراقبة المستمرة موحدة في السنة الختامية للأسلاك التعليمية المستويات الإشهادية، يعني السادس ابتدائي والثالث إعدادي والأولى والثانية بكالوريا. المرجع: تنزيل مشاريع القانون الإطار 51/17. المشروع رقم 12: تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات. سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله. وبعد، يشرفني أن أطلب منكم العمل على توحيد صيغة فروض المراقبة المستمرة على صعيد المؤسسة في السنة الختامية لكل سلك تعليمي، وذلك بالتقيد بمذكرات المراقبة المستمرة في بناء فروض المراقبة المستمرة كمكون للإشهاد في امتحانات الموحد محليا وجهويا أو وطنيا مع إنجاز عملية التصحيح. كما ندعوكم إلى استثمار نتائجها من طرف مجالس التعليمية، وعلى ضوئها يتم برمجة الدعم المؤسساتي. كيف ما لاحظتوا في هذه المذكرة أنه المركز الإقليمي للامتحانات يدعو إلى توحيد صيغة فروض المراقبة المستمرة، يعني لجميع الأساتذة في المؤسسة أنهم يديروا نفس الفرض بنفس الأسئلة ويكون عندهم تصحيح واحد. ونحن نعلم أنه مثلا في مؤسسة فيها 5 ديال الأفواج، فيها خمسة ديال الأساتذة ديال المات ولا ديال لونجلي ولا ديال العربية ولا ديال الاجتماعيات، مثلا صحاب الثانية بكالوريا كلها، وكيفاش كيخدم الدروس ديالو، وكلها فين وصل. خصوصا هذه السنه كاين ما يسمى بالتفويج، يعني كاين اللي واصل مع واحد الفوج في الوحده الثانيه، وكتصيب فوج اخر واصل مع الوحده الرابعه. يعني هنا يطرح علامه استفهام: كيف سيتم توحيد الفروض؟ يعني الا جينا بغينا نوحدوا هذه الفروض، كيفاش غنوحدوها ما بين التلاميذ اللي في الوحده الثانيه وفي التلاميذ اللي في الوحده الرابعه او الخامسه؟ هذا امر. ثانيا كتلقى انه بعض الاساتذه ما كيكونوش موحدين حتى المقررات، كتصيب واحد عنده واحد المقرر بادي بواحد النوع ديال الدروس، واستاذ اخر بادي بنوع اخر من الدروس. وحنا هنا كنتكلموا على مذكره جات في شهر فبراير، 19 شهر فبراير، يعني اللي عطاه الله واعطاه، يعني اللي عنده شي مقرر راه عنده، اللي بدا بشي دروس راه بداها، واللي وصل لشي درس راه وصلوا. يعني ما بديناش بهذه الصيغه هذه في بدايه السنه الدراسيه، حتى ان الاساتذه يدار كل موقف وانهم يوحدوا حتى الدروس وينظموا الدروس اللي غادي يبداو بها، باش يعرفوا مثلا اشنا هو الدرس اللي غادي يبداو به والدرس اللي غادي يساليو به، ويكون يعني جميع الدروس اللي غادي يبداو بها ويساليو بها هي اللي تكون بالضبط في هذه الفروض الموحده. هذا كيخلينا اننا نقراو من زوايا اخرى. يعني المقصود من هذه المذكره واش هو الاعتماد على الفروض ديال المراقبه المستمره عوض الامتحانات الوطنيه، كيف ما كان صرح الوزير ديال التربيه الوطنيه بشكل غير مباشر، وقال ان اسبانيا ما بقاش كتعتمد على الامتحان الوطني، ما بقاش كتعتمد على الامتحانات الوطنيه او الجهويه، ولا تعتمد فقط على المراقبه المستمره. فقط خصنا اننا نحسنوا الطريقه ديال اعطاء الفروض في المراقبه المستمره. يعني كان شار لهذا الامر هذا من يتطرح عليه سؤال ديال انه تم يعني الغاء ما يسمى بالامتحانات الموحده الخاصه بالسادس ابتدائي والثالث اعدادي في الدوره الاولى. هنايا كيكون عندنا تأويل واحد واضح جدا انه ممكن انه يكون الغاء ديال الامتحان الوطني او الجهوي او حتى الامتحان ديال الثالثه اعدادي والسادس ابتدائي. لماذا؟ اولا هناك
ما يسمى بالعبثية فيما يسمى بنظام التفويج. كيف قلت لكم كاين اللي واصل مثلا الوحدة الثانية في نفس المؤسسة، وكاين فوج آخر في الوحدة الخامسة، يعني بدا في الدروس ديال الدورة الثانية. وكاين بعض التلاميذ أو بعض الأفواج اللي لا زالوا إلى يومنا هذا، حنا كنهضروا على 19 فبراير و 20 فبراير، وباقى الناس في دروس الدورة الأولى. يعني يستحيل أنهم يكملوا المقرر ولو يطلق اليوم، يعني كيف كنقولوا السنه ما يبقاش فيها التفويج، يعني يولي يقراو بشكل عادي، مستحيل انهم يسالوا. زائد ان هناك اضرابات وتهديد باضرابات اخرى من طرف الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. يعني غادي تكون هناك اضرابات اخرى، ما يعني انه غادي يكون هدر للزمن المدرسي، يعني مجموعه ديال الدروس ما غاديش تعطى. يعني هذا كله يؤشر بانه لا يمكن ويستحيل وبشكل كبير إنهاء المقررات الدراسية على الأقل في بعض المؤسسات، إن لم أقل في بعض المدن، وإن لم أقل في بعض الجهات، هذا إن لم نقل في كل الجهات. والخروج بهذه المذكرة ما جاش من فراغ بطبيعة الحال، من بعد ما خرجت تنسيقية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ببرنامج نضالي يؤكد على أخذها يعني معارك أخرى فيها إضرابات مفتوحة واللي غادي تكون ممتدة لأسابيع. وهنا أكيد يستحيل ثم يستحيل الحديث عن إنهاء المقررات، خصوصا هنا الحديث عن الامتحانات الوطنية. واللي كيزيد يأكد هذا الطرح هو أنه وزير التربية والتعليم العالي سعيد أمزازي غلق كل أبواب التواصل والحوار مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. هذا ما يجعل الأمر يعني ما عندوش حل نهائيا، وكيخلي الأمور أنها تزيد تأزم. وطبيعة الحال كيبقى في الأخير باش يخرج من هذه الورطة الكبيرة هو هذه المذكرة، والاعتماد فقط على الفروض الختامية باش يدوز العام بخير وعلى خير. والآن ولتدارك الموقف أصبح الأمر جد صعب، خصوصا أن جمعية آباء وأولياء التلاميذ بكل مكوناتها بدات كتوعى بخطورة الأمر، وولات كتعرف أن التعاقد بنفسه أصبح مشكل كبير وسيؤزم الوضعية بشكل أكبر، حيث كان هناك تضامن غير مسبوق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من كل مكونات الشعبية التي أعلنت تضامنها ضد هذا التعاقد، ومن أجل الإدماج وإدماج هذه الفئة لكي تعمل في أريحية أكبر وتعطي في هذا المجال بشكل أكبر. ولكن ولحد الساعة ونحن على مشارف انتهاء السنة الدراسية، يعني يحز في النفس أنه ولحد الساعة ما كاينش ولا أمل في أنه يكون واحد الحل ما بين مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي وما بين الأساتذة والمتعاقدين، خصوصا أن باب الحوار مغلق وموصد بشكل كلي. هذا اللي كيخلي أن هاد المسؤولين أنهم يحاولوا يداركوا الموقف بحلول ترقيعية أحيانا غير واقعية، وأحيانا أخرى غير منطقية بتاتا، ما يجعل مستويات العبث هذه السنة ترتفع إلى أعلى المعدلات. هنا نكون قد تكلمنا عن كل المؤشرات الخاصة بتأجيل أو إلغاء الامتحانات الإشهادية السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، وأيضا الامتحان الجهوي والامتحان الوطني الخاص بالثانية بكالوريا. فهذه المؤشرات بطبيعة الحال يجب أن تدرس نقطة بنقطة، خصوصا من طرف المسؤولين في حالة أرادوا ألا يلغوا هذه الامتحانات من جهة وألا يقوموا بظلم التلاميذ من جهة أخرى. وأكيد ولا بد أن يكون هناك رجلا حكيم بهذا القطاع الذي سيسير به إلى بر الأمان هذه السنة. تحياتي لكم وأتمنى لكم كل التوفيق. وفي الأخير أقول لجميع التلاميذ لا بد من العمل
والعمل والاعتماد على العمل في المنزل أكثر من المدرسة. إلى اللقاء.